هلا هلا ترحيب مكسب ونوماس من صادق الإحساس بأغلى الليالي، إعدادي ما دعدع من النود ينسناس، وإعدادي ما ينشي صدوق الخيالي. هلا هلا ترحيب مكسب ونوماس من صادق الإحساس بأغلى الليالي، إعدادي ما دعدع من النود ينسناس، وإعدادي ما ينشي صدوق الخيالي. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بأبلغ البيان والحجة والسلطان إلى أهل البلاغة والفصاحة، فسلب ببيانه عقولهم وأذهلت فصاحته ألبابهم، فاتبعته العرب إيمانا وتصديقا به. أيها الحضور الكرام، نرحب بكم من شعراء وإعلاميين ورجال فكر وأدب في مجلس الشاعر غازي بن غيران الزغيبي وأخوانه، راجين من الله العلي القدير أن يكون في اجتماعنا الفائدة المرجوة، نستمتع فيها بالشعر العذب والمفردة الجزلة، وأيضا نستمع إلى مداخلات إعلاميين بارزين لهم حضورهم المميز في شتى المحافل. نشكر لكم شعراءنا وإعلاميين حضوركم من شتى مدن المملكة، فحضوركم وتشريفكم في هذا المساء دليل وفاء، ولا يستغرب الوفاء من أهله. نحن وأنتم أعزائي الحضور في ضيافة الشعر والشعراء ورواد الكلمة ومبدعي الحرف. لا أريد الإطالة عليكم، فنحن في شوق لسماع جديدهم وما جادت به قرائحهم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. الآن مع كلمة أصحاب الضيافة. يوسف بن ضيف الله الزغيبي. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والبيان. أما بعد، أيها الضيوف الكرام، كما أنا سعيد وفخور وأنا أستضيف هذه الكوكبة من رجال الإعلام ورواد الأدب، وأجد أني عاجزا عن تصوير فرحتي الغامرة وارتباطي العظيم بهذه المناسبة، وأجد أن من واجب القبيلة الاحتفاء بكم، فأنتم قدمتم خدمة جليلة لقبيلة حرب خاصة وللأدب الشعبي عامة بتدوين الأدب والشعر والتاريخ، وحفظتم هذا الفن من الاندثار والضياع عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. أيها الأخوة، أكرر الترحيب بكم جميعا وبكل الضيوف والأخوة الذين شرفوني بإجابة الدعوة، فحي الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، إنها ليلة من الليالي الجميلة، ليلة من ليالي قبيلة حرب، فضابط إيقاع الإخراج حربي، المذيعون من حرب، المتحدثون من حرب، والشعراء من المبدعين في قبيلة حرب، فأهلا وسهلا بكم جميعا. البداية مع الشاعر الكبير تركي المحرول الحربي. الله يسعد مساكم جميع. وأنا أجد من هنا من هو أقوى مني شعر وجزالة، ولكن نزولا عند رغبة الإخوان القصيد واجد، ولكن بما أن الكلام عن قبيلة حرب فعندي قصيدة تكلم عن قبيلة حرب. تذكر أمجاده يقول:
اسمع كلام الليل يا قالوا حضر، ما هو غشيم يخطي الدرب ويصيب، شاعر اللي يعد دوره يجيل الشعر في ساعة الوقفات حاضر ما يغيب. أما يجي قوله مثل نظم الدرر، ولا تريح عن كلام ما يثيب، ولا أقول فيه زود عن كل البشر واجد رجال الطيب والقول العجيب. وإن عودت للمجد ولا للظفر، مروس قوم طبعهم لطم الحريب، ربعي قبيلة حرب نوماس وفخر، كان عوذي بالخلاء في وجه ذيب. ربعي قبيلة حرب نوماس وفخر، كان عوذي بالخلاء في وجه ذيب، نارد حياض الموت وندوس الخطر، ونهبوا العدوان حنا ما نهيب. نروي شبات السيف بالدم الحمر، على ظهور ملافحة شقر السبيب. نروي شبات السيف بالدم الحمر، على ظهور ملافحة شقر السبيب، ما حدته رابغ إليا غرب الحفر، من زالنا باللي يقصنا الصليب. ما لحد معروف ولا للشكر طابل العدوان ولا لا يطيب. ما لحد معروف ولا للشكر طابل العدوان ولا لا يطيب، حنا رجال الروسنا تقدح سطر لنا على الطولات والعليا نصيب. دون القصير مسجلين أجمل صور، في ساعة من هولها الجاهل يشيب، نرخص لها الأموال ونبيع العمر، واللي جهل ينشد ويلقى من يجيب. وخوينا ما يلحقه ضيم وقهر، دونهم ضحي بالموال والزريب. خوينا ما يلحقه ضيم وقهر، دونهم ضحي بالموالي والزريب. تدريبه العربان والعلم اشتهر، قص 4 و2 والسابع صويب، وكل القبايل طيبها ما ينحصر، وانا ترى ماني على العالم رزيب. ولا الرجال بحقها ما تنزدر، كم عايل حطوا على راسه صليب. ومن يوم ابو تركي على الدنيا ظهر، وحد شتات الشمل بالسيف العطيب، وحد شتات الناس من بدو حضر، واللي يذب الدرب يلقى له حسيب. والعاقل اللي في زمانه يعتبر يدري شروق الشمس يقفاها المغيب، لا يعترض في الدرب ويحط الحفر، يمكن يطيح الصبح في جم الزليب. أقولها والعلم في بطن وظهر، لعل ظني إن شام ما يخيب. وخير من كثر الكلام المختصر، والعرف ما يعرض على القلب اللي بيب. هذا كلام اللي قالوا حضر، ما هو غشيم من يخطي الدرب ويصيب. سلام تجيب يا هاجسي لا بدالية حضور رجال، إن قالي الطيبة وأقوم وأبدأ بها. حقك علي إني أطلع بك بروس الطوال، وحقي عليك الجزاير تفتح أبوابها. الليلة الحفلة اللي ما عليها جدال، لي عدة أيام وأنا حاسب حسابها. سلام سلام يا ربع يا سلام يا ربع يا مكتوين الثقال، وسلام يا حاضر العزوة وغيابها. سلام أحلى من النهر العدي الزلال، ولا كما وضح زينات يحلابها. سلام يا عزوة تشمخ سوات الجبال، بسيوف حد بنت قض الروس ورقابها. سلام يا أبو طلال ودمت يا أبو طلال، يا نعم لحيتك والجزلات مطلابها. مجلسك عامر وفيه مبهرات الدلال، وام الشحم تنتقي من خيرات، وام الشحم تنتقي من خيرة أطيابها. فيك السجايا الحميدة يا عريب الخوال، الطايلة ترتقي في راس مرقابها. أنا أشهد إنك ونعم ومن خيار الرجال، تروم روس الإعلاء وعداك متهابها. تجمع كرم حاتم وقوة باس وكمال، ما تنحني لو بقعة صلفة انشابها. جيناك دافع غلا من طيب خاطر وبال، يسوقنا واجب الأقراب لأقرابها. جيتك معاي القروم مجودين الحبال، نطاحة الكايدة حلالة أصعابها. جينا يا غازي ما عليكم زود، جينا يا غازي وفا وحشمة نشد الرحال. طرقه لدارك وزانت وانفتح بابها، نتعب على مقابل أهل العرف في كل حال. شرواكم نتعب على مقابل أهل العرف في كل حال. يا مطيب الفرصة اللي ربنا جابها، ما كانها غير ليلة عيد بين الليال.
يا طيبها جمعة الأصحاب بأصحابها، وأنا أشرف ربوعي لا حضرت احتفال، أنوب عن عزوتي معبد والأشنابها. ما عليكم زود كفكم الطيب. أفعالهم وافية، لا انتم أفعالها وافية تذكر وتضرب مثال، اللابه اللي يبين فعل مضرابها. وسلامتكم واعذرونا مقصور. بيض الله وجيهكم على حسن الحفاوة والتكريم كلكم يا الحاضرين ومعازيبنا. وأكد على كلمة أخوي ردها فالوعد والدعوة ولكم واجب على الله يحييكم. والقصيدة ثناء قبيلة حرب، وطبعا مواقفهم معروفة ولهم مواقف مشهودة الشعر يا حرب يا أهل الأولى يذهبكم، فيكم تليق المدايح والمعاني ضافية، يا سلام المجد شعر النظم ما يشنابكم، يتوشح باسمكم صدر وعجز والقافية، أنتم التاريخ والمجد التليد رحابكم، يا درى من جار وقته بالليالي الجافية، وأنتم السيف المقمد في نحر حرابكم، يا مطاني والنعم ونشهد أن النعم ما هي كافية، يا مطانيخ الرجال ونصر من غزابكم، يا علم في قمة الأمجاد له رفرافية، كلكم ظلوا درى من فوق من درابكم، ما دخرتوا عن قبائلكم يا مال العافية، من نصاكم للسنود وللرقي رقابكم، وللحريب اللي نصاكم نار حظه طافية، يا مقابيس الوغاية اللي على مرقابكم، يا تباشير الفرج للي يلحق خلافية، كل فعل تفعلونه زاد طول رقابكم، بيض الله وجيهكم يا أهل الوجيه الوافية، الوفا والطيب طبع مأصل بشيابكم، يا وريثين الرجال أهل القلوب الصافية، المراجل في يداكم والفخر بنسابكم، والمراجل ما تجي لأهل العزوم الهافية، للحمول الكايدات منوخين ركابكم، سيرة متوشحة بالفخر ما هي خافية، جمل الله حالكم يا أهل الوفا وثابكم، أشهد إن وقفاتكم في كل قال الشافية، كم قضية حلها الله والسبب بأسبابكم، يوم قمتوا في القضية روحت متقافية، والنعم يا حرب يلي ما استخل نصابكم، روسكم ما يعطي لها روس بالميقافية. وسلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك، صح لسانك. الشاعر خالد بن شمان العياضي يقول اللي يشب النار ويلاحق القش، هو ما درنه رايحا فيه قشه، ابو عويد هش لابد يهتش، اقل حاجه لو تجي له تهشه، واللي يغش الناس لابد ينغش، تجي غشاشه تدور وتغشه. يقول اللي يشب النار ويلاحق القش، هو ما درنه رايحا فيه قشه، ابو عويد هش لابد يهتش، اقل حاجه لو تجي له تهش، واللي يغش الناس لابد ينغش، تجي غشاشه تدور وتغشه، ومن عاش بالحيلات والنصب والحش يجيب من يحتال ويحل حشه، واللي يبى الامطار ويدور الرشه، الحسد يمنع ما يجي معه رشه، وبالناس فرق وكل طيرنا ولا عش، للقوم عش وكل حرنا وعشه، وللرجل طش وكل خبلنا وله طش، ولا كل واحد يعجبك منه طشه، والعقل صك لا تسمع ولا وش، ولا ترخي انك تستمع كل وشه، واللي يضيق من الخلا خليه يفش، يضيق له يومين واخر يفش، وان كان صمر يا ولد خليه يخش، مخشة القيط المسمى مخش. الشاعر ياسر القريقي يقول سلام يا حرب القصيم وكل ابونا لابه، لابتن وقت المواقف ما تهون فعولها، سلام يا حرب القصيم وكل ابونا لابه، لابتن وقت المواقف ما تهون فعولها، سلام يا حرب الدول، سلام يا الحرابه، لابتي يا تاج راسي وافتخر واقولها من دون قاصر، فالقبائل النعم كسابه، كل لابه تفتخر بفعولها وزحولها. هذه بيتين. اما القصيده يقول لا قامت هموم الليالي تزايد، والارض ضاقت بك وساع الفجاجي، تمسجك الهوجاس حدر وسنايد، وانت ضعيف الحال مالك خراجي، ومت بك امومي الجرايد للاف هالمعصاره وقت العجاجي، واصبحت من دنياك منتهى بفايد، ومسيت تبحث عن غثاها ملاجي، يلجا من خصك بكل الفرايد، ورجل اله الحق لا صرت راجي، لا ترجي المخلوق ناقص وزايد، لا ترجي المخلوق لو عود باجي الليل لو طال
لازم يحايد لو سواد حلق فيهم بلاجي واصبر زبون الصبر يلقى الفوايد لبد عقب الضيق يا تنفراجي الصبر زين وراعي الصبر كايد عنده العلات الليالي علاجي وانا خذيت من الليالي قلايد وتوجت من مر الصواديف تاجي. سلام يا سيدي لا باس ما صابك عساك ما تشكي يا لو جاسي والعله يدري عين اللي انا ضمن تذربك يا العائلة اللي تعيش شعوبي في ظله يا خادم البيت يا اللي فاتح بابك من يدخله في طلب ما قلت له لله الله يرحم بعفوه حاكم جابك عسى دعايا ودعا الخير يصله من هيبتك كل رئيس دولة هابك ومن التواضع يتيم لبت افطله يا حق للشعب يفخر ويتبابك ويدعي عسى الله يمد بعمر عبد الله ويدعي عسى الله يمد بعمر عبد الله ويدعي عسى الله يمد بعمر عبد الله. سلامتكم. والقصيدة لشاعر الحجاز منصور بن طغيم المطيري. والوقفة الآن مع الشاعر الشاب والمبدع زاكي بن علي البشري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير الجميع. والله يبيض وجه ابو طلال واخوانه اللي واجهناكم ودعونا ودعوكم وشرفتوا القصيم كله يا اهل الحجاز والحضري. اما بالنسبه للقصيده بالقبيله بحرب وفيها بعض سوالف حرب ما هو كلها بعضها، جبنا نبذه منها. الله يبيض وجيهكم. يقول وحد المعبود في كل الاحوال الخالق اللي كلنا تحت ظله من بعد ذكره يبتدي صوغ الأمثال من هاد سنجز للنبط ما اعتله يصوغها صوغا بلا شك وجدال صوغ الذهب لا صيغ في معمل له ويسوقها سوق النضا بشها بلال لجل القبيلة ساقها وساوق له وقمت أتذكر في قديمات الأفعال وفي ماضي التاريخ دقه وجله وطرت لفعول كمنايف الجال ومثل نجوم العاليات المطلة فعول الرجال أهل الوفاء عز وجلال وكل نفعوله بالليالة افخر له فعول لنا يوم المواقف له ابطال السايده نرسي لها من دون خله ليلابت تاريخها بس معال وبين القبايل ثقلها في محلها امجادها بين العرب تشرح البال ويفخر بها من سجلته في سجله عز ونقى وماقف ومذهب ومنزال والله وهب فينا المراجل جبله حنا قبيله حرب يا طيب الفال يفخر بنا من حطنا محزم له حنا قبيلة حرب يا طيب الفال يفخر بنا من حطنا محزم له تاريخنا في قمة المجد لا زال ويسعد من حرب الوفاء مسند له فعول ربعي يوم جور الزمن عال تعرف مواقفنا على كل حله من البلالي قصته ما لها امثال في ماضي التاريخ والوقت كله فدى بحياته دون جاره وله تال وبرك الحد السيف من دون خله جار وخوي ومانتن والزمن معلو قدم حياته دون جاره افدله وقال اذبحوني لا يطولن الاقوال وخلوه يرجع يحتلونه هلله والبشر اللي للنقى والوفا نال من دون جاره يوم وقته حبله ساقوا ولدهم بالمغاتير زرفال وعاش بكرامه ووزم الماء وصل له خل المطيري وسطهم له تبهلال جلوا هموما في ضميره تعله ونويش اللي للمناعير قتال دون الخوي سته وراحه وقضى له غير اليمين اللي بها الدم
شلال اللي بترها بتر في مضرب له من السطر يوم اعتزم رخص الحال دون الوجه له ماقف بات زيله ومصلح البشري عسى سنينه طوال له ماقف طول الزمن شاهد له جاره رشيدي ما بها زيف وجدال ذبح ولدهم بالخطا ما فطل له امر حدث لله تدبير الاحوال ذبحة خطا وموثقها بلد له واعتق ولد جاره على كل ابو حال رعى الوفاء رعى واعتق ولد جاره على كل ابو حال فعل الوفاء رعى الوفاء ما يمله لهم حسب للمدايح والاموال يبى الجزء من خالق الكون كله الجار عند الجار له قدر وجلال مهما حصل مقدارهم ما يخله عند الرجال اللي على الماقف رجال ولا الرديمة تنعرف وجهة له وتاريخ بالناحل شمخ مثل الأطلال بدرب الصخا مجد الصخا زاميل له قول على معنى ولا فيه ما يقال واللي جهل ينشد ويلقى لدله ومنا مخيمر يا كريمين الأسبال رعى الصخا يوم الأوادم مزله جوها الضيوف اللي بها الوقت ميال والكل منهم كل ضي من يمله لا عنده الا الثانيه ما لها بدال ورعى الصخا له ماقف عاتله هدج نحرها قدمهم طيب الفال وعش الضيوف وبرهم في محله ويوم العرب ما بين رجلي وخيال وكل سعد فاله بسيف يسله ندره ويوخذ رايه ناقوس وهلال والعلم يفهم كيف وضع له الا حرب لهم لصارت الهيه قبال كل يشوش ويحتمي ما قفله ولا صار فوق القاع للخيل زلزال ثم لوحوا بمهاوزاته الظل خصيمهم ذا قلعنا وشاف الانكال ومن عاش ماله يمهم شف لله نبذه من فعول لها وزن وثقال فعول لها ماقف ومذهب ومله حنا للماقف اللي يشهوها بلال وكل انت عزوه والضماير مغله افعالنا تصعب على بعض الاشكال اهل الفعول الخايبات المذله وميقافنا واضح ولا فيه مدخال والعلم واضح والفعايل مدله وتاريخنا يبقى من اجيال لاجيال شامخ وكل ودهنه وصل له مهما نظمت الشعر والقاف لو طال محصي فعول بالوفاء مستقله وكل القبائل حقهم ما به جدال كل على فعله وحقه يدله مذمهم كم واحد وافي خصال وفعل الوفاء بهل الوفاء مذهب له والطيب ضلع شامخ حدره جبال ولا كل من هذا المعالي وصل له صلاة ربي عد مهل همال على نبي بين الحق كله سلامة. السلام عليكم مساكم الله بالخير الجميع. حقيقة الوفاء لا يستغرب من أهله وأبو طلال لا يستغرب من أهل الوفاء لأنه هو منبع الوفاء. مشاركتي أنا قصيدة بقبيلة حرب بما أن ابن سبيل يقول أنا بها بقبيلة حرب الليلة كل المشاركات. عندك قصيدة المرض يا هاج سيمالك عذر مولية الليلة ما هي عادية الليلة أبواب المديح ترحب بحلال فيها كلنا محلية أنا الوفا من ساسي ساسه وذروة سنام المجد قسم اللية والطائلة والمعجزة واسمهن ومن الكرم يندن كفوف يديه لأني من حرب وحرب درعي تاجي لو ماني حربي ما يصير اللية لأني من حرب وحرب درعي تاجي لو ماني حربي ما يصير اللية واللي على فعل الوفا ينافسنا ما ظن يفعل فعلنا مولية انويشي الحربي وفعل انويشي والله ما حد يقدر يسوي زيه انويشي الحربي وفعل انويشي والله ما حد يقدر يسوي زيه الا رعى البلها دخيل الحربي اللي فعل فعله وزاد شويه ومن اخو جوزه خادم بيوت الله اكيد ما جاهل اسم عريه ومخلي سروج الخيل منا مانع يوم انها بالسيف والجنبيه وشريط الفرسان محسن منا يوم انها منطوح تنمد فيه ومنا رعى الحيزه راي ورايه له كلمة مسموعة مرئية ومنا بالناحل والذويبي منا مجد الكرم صاروا على عالية ومنا بالناحل والذويبي منا مجد الكرم صاروا على عالية ومخيمر الحربي ونعم الطاري وسعيد الذتري زبون الهية وبن جزا منا سعد من جاله بن جزا طر السعد طرية يعني حقيقة دون شك وريبة لو الوفا رجال 100 إن كان ما هو سالمي مسروحي بس الوكاد عزوته حربية يعني حقيقة دون شك وريبة لو الوفا رجال 100 إن كان ما هو سالمي مسروحي بس الوكاد عزوته حربية وإن الكرم والجود منا مثله منا وفينا ما عليها تنية والفضل فضل الله عظيم الشاني ولا يستشك إلا ردي النية
وكل القبايل من ما قلت اكتالوا، لهم مثل أهل الوفا مالية قبل وبعد حكم لعله دايم، علمني نوم اسمع عليه غبية، حكم السعود مطوعين العاصي اللي خلونا كلنا سعودية. سلامتكم. تفضل ابو موسى الشاعر خالد ابو موسى الحصري. يقول بسم الله ابدا ولا غير اسمها البعدي، رب خلق من عدمها الخلق ووجدها من بعد ذكر الولي. صلوا على الهادي صلوا على من بعث للناس يرشدها، البارحة يوم خلق الله هجادي ونلقى ريحة جديدة القافها جدها، يطلع وينزل بها سرداد مردادي، هذه حول بها وهذه يسندها، طرق هجوس القريحة طرق حدادي، ومن العنا والهموم الروح جردها، واختار بحر به الجزلات تنقادي، بحر الافكار الفرايد فيه يجدها، ساعة طرقها رسول مهوج سفوادي، عرب على ربع راعيها موردها، هذه تعقل وذي برملها قيادي، يسوقها هاجسي والفكر ينقدها، وعن باب ما يدخل حاسد ونقادي، اللي ما هي مستوى الثنتين يبعدها، شيهان تما شبكها كل صيادي، لو طاح فيها نصيبه كان شردها، وبالشعر غاوي وبه شاعر وقصادي، وكل له جمة دلوه يراودها، وقصيدتي في قبيلة حرب الأضداد، الطول معها رقبتي يوم وردها، من عنبر الشام والكمبود والكادي، بمجاد ربعي قبيلة حرب قندها، الشعر في مدح ربعي ما يجي عادي، كل القصايد تقدم لي فرايدها، قبيلة بالجزيرة طيبها سادي، تاج المفاخر متوجت بدايدها، من جود تسلوم وانا نسمى بالاجوادي، والجود هامة شرف والكل ينشدها، وربعيها على هامة التاريخ الاسيادي، الفعل شاهد وطيب الذكر شاهدها، والحق مثل النهار ومنكر غادي، ما يجحد الطيبة يكود فاقدها، ومن قال غلطان اقول محدر الوادي، للروح ساعة أو عند الله موعدها، بتاريخ الأمجاد تلقى حرب الأمجاد، حتى العجم في بلاد الغرب تكدها، على سلوم العرب والملح والزادي، ثلاث حرب الشهيرة في تفردها، مضرب مثل للعرب وتقال وتعادي، وفي أشبه الخصم والحجة تفندها، ومن عزة النفس فينا عزة سادي، من حب روس الخشوم ولن تسيدها، من ماضي اسلافنا الى حد الاحفاد، ومكاسبه الاول التالي يجددها، وبقى المزايا بربعي ما لها اعدادي، وكل القبايل لها فعول تمجدها، ما اقول ما غيرنا للطيب والرادي، كل القبايل حدود الطيب تاردها. سلامتكم. مع الشاعر والاعلامي القدير الاستاذ بدر العياضي. باقة شكر إلى الأخ العزيز والصديق أبو طلال على هذه الجمعة التي أعتبرها من الجمعات المميزة، والليلة التي إن شاء الله تتكرر دائما وأبدا إن شاء الله. هذا ما عندي، أحببت أمسي عليكم وأقدم شكري وتقديري لأبو طلال، وأترك المجال للآخرين. أقول الصاحب اللي تتقن الهرج وتجيد، خذ لك خبر مني وخذ لك رسالة، لا تطمر النقطة ولا تعكس السيد، وتربط يدينك في كلبشة العدالة، عقدتنا في كثرة الهرج تعقيد، وين الأخوة واحترام الزمالة، ودخلتنا في وضع محرج وتنكيد، وكل ما سوى في رفيقه جماله، تريد لك حاجة وأنا مثلك أريد، ويدبر اللي يريد رب الجلالة، وصاحبك صدر الشرح يا ابن الجاويد، بتموت ما ضيقت صدره وباله، أنت كثير الهرج وقليل الفيد، وخوتك مع صاحبك ما هي طواله، لا خاب ظن ذياب غانم بابو زيد، سلم على دور الوفاء والبسالة، كنت أحسب إنك طير تفيد وتصيد، وجتني علومك كلها في عجالة، هديتك بحروة حراوي ومن الصيد، وعودت مثل اللي يخطف ظلاله، وعرضت نفسك للشقا والمناقيد، إن كان ذي حالتك حالة، امرح بحزم مثل حزم الجلاميد، طير على رعيه نقله عباله، ولا بسولف لك من بعيد لبعيد، اطلع من الموضوع واترك مجاله، واسمع علوم ومكد العلم توكيد، واترك علوم المهزلة والجهالة، حنا قبيلة حرب سترت لعلجيد، تاريخنا حنا سلايل
رجاله عاداتنا واسلوبنا والتقاليد نموت ما نسكت ونرضى الخماله قبل الزعيم يوحد الدار توحيد الله يغفر له ويحفظ عياله نارد على حوض المنايا مواريد وافعالنا في كل وقعه وقاله سيوفنا قدام ترد البواريد تاخذ على رقبته المعادي وكاله كانوا يسمون قبلانا مقاريد عدونا لا شافنا شام فاله قوم قواطيع نزحون صناديد في الريس نغزات نرماتنا أصالة على العدو نسدد الرمي تسديد وعلى الخوي غيث صدوقنا خياله في نلو في يلي ذبح 6 وليد دون الخوي يسابع القوم خاله للي ذبح 7 الركايب مقاصيد بيترم الضيفان بغلى حلاله لنا على الفنجال بهسه وتنقيد كم شيخ قوم قد سفينا أدلاله ما يختلف بأفعالنا زيد وعبيد والناس فينا ما لحقهم جهاله انشد جبال الدار وانشد ترى البيد بنقصى جنوب الدار لقصى شماله ودلفرع واطراف عسفان وقديد يشهد من الدار الحجازي جباله ولنا بنجد امجاد دوله وتمجيد شيء لو عده يا بيله طاله وجيهنا من الوقت فيها تجاعيد وفيها من اثار السجود الدلاله واليوم في حكمه وليانا مقاعيد والله علينا ما تعدد أفضاله في كل يوم نجدد العهد تجديد ونميل للحاكم من ميلته عقاله وانت سمعت للعلم وتل المقاصيد بعطيك عن طول القصايد رسالة بيت يردد بأول الوقت ترديد عز الله انه ما كذب يوم قال حرب من الزبلة اللي أقصته خديد يا ما بحرب من رجال الشكالة سلامة يكون بيض صحة لسانك ومبدأ دائما يا ابو بجاج شيء قليل في حق عسل واحلى بعد ردية تنصر رجال اللي توفي في الوعد والطيب والتكميل يا أهل العرف مضمونه يعد جينا لكم يا ربعنا ما همنا طول المسير والثانية حنا رفاقة من عهد شايب وجد وانتم وحنا حزة المقافل الحراب ضد سارت خطانا والوفاية للوفا بذل وردد نبغى الوعد يا ربعنا وانتم لكم واجب كبير يا ضلال بدر يلي لفيت من غلانا والوفا مثل العهد حياكم الله عندنا وجودكم نور البلد أنتم ضيوف أنتم أهل المقاف باليوم العسير أنتم حنا كلبونا ربعي في جد وعدد والبيت ما يبنى بلي الواقع واطنب وعمد يا ما وقفنا كلنا مقاف من حضر الشهد وما الوعد ناخذ بها يكبرنا ويصير خير